ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده مطلوب مني طلب جماهيري كل الناس عايزاه، واكله كلنا بنعشقها وبنموت فيها. كل واحده فيكم هتحاول تعملها لاسرتها، جوزها وعيالها هيلزقوا جنبها كل الاسبوع عايزينها. معانا طريقه ام علي بتكاتها وحركاتها من مطبخ مرجو. يا رب تعجبكم يا حبايب قلبي، ومش هطول عليكم اكتر من كده. يلا بينا نبدأ وصفتنا، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. المكونات: 6 ورقات رقاق، كيلو لبن دسم، كوب سكر، نص كوب زبيب، نص كوب جوز هند، 5 معالق كبيرة سمنة، معلقة أو كيسين فانيليا، مكسرات أو قشطة على حسب الاختيار. ودلوقتي هبدأ معاكم طريقة العمل. أول حاجة، بعد ما حطيت اللبن في اللبانة وابتديت أرفعه على النار عشان يغلي، طبعا ما بسيبوش والنار عالية كده، بخلي النار واطيه شويه عليه علشان خاطر قعر اللبن ما يشيتش ويطلع طعم وحش في ام علي. وبعد كده جبت كوبايه السكر اللي اتفقنا عليها وهحطها على اللبن. وبعد كده هبتدي احضر المكونات التانية. هبتدي احضر مكونات الزبيب وجوز الهند زي ما قلت لكم، نص كوبايه زبيب ونص كوبايه جوز هند. وبعدين هطلع من التقفيله بتاعتي البريم اللي هبتدي اشتغل عليه، والسمنه طبعا، وانتوا عارفين السمنه وما ادراك ما السمنه بقى. لما بتبقى سمنه طبيعي بتدي طعم محترم جدا للوجبه وبتخليها غنيه. هبتدي اطلع معلقه حلوه كده زي اللي اتفقنا عليها في المقادير، وهبتدي ادهن قعر الطاجن والجوانب بتاعته حلو جدا. وطبعا انتوا عارفين احنا في سقعه فالسمنه بتسيح بالعافيه، هتاخد معايا وقت، خلي عندكم صبر معايا شويه، معلش حقكم عليا. وطبعا معلقه سمنه حلوه برضو في اللبن، وهحاول ادوبها مع اللبن والسكر. ومعلقه فانيليا او كيسين فانيليا باكيتات. وهبتدي اقلب اللبن حلو قوي في السكر وفي السمنه وفي الفانيليا لحد ما يدوب خالص خالص خالص. وبرده انا مهديه النار عليه واتاكد ان السكر داب تماما عشان ما يدينيش طعم وحش في البرام محروق. وابتدي اقلب جامد 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 لحد ما كله يدوب في بعضه. ودلوقتي جه دور البرام ازاي هوضبه. زي ما قلت لكم بالعافيه السمنه لما بتسيح، فخلي عندكم صبر معايا شويه. طبعا هسيح السمنه في قعر البرام. وادي دلوقتي عندي الكيس ده فيه 6 ورقات بتوع الرقاق اللي كنت شايلاهم من الطبخه اللي فاتت. انا مكسراهم، بس مش مكسراهم حتت صغيره قوي علشان الرقاق ما يعجنش معايا ويديني طعم مش حلو. هبتدي افضي الرقاق اللي انا مكسراه حتت كبيره في قعر البرام، وارصه رصه حلوه كده. وبعد كده هاخد جوز الهند وارشه على الوش. وبعد كده هاخد الزبيب برضو وارشه على الوش بالراحه كده، واضمن انه راح في كل حته عشان مش يبقى حته فيها وحته ما فيهاش، بحيث اللي ياكل يستمتع. لو حد عنده حته قشطه وبيحب الحكايه دسمه شويه ممكن يحط حته قشطه، ولو حد عنده بندق او فستق او عين جمل ممكن يكسرها ويحط على الوش، كله على حسب الرغبه. ودلوقتي هروح لفرن البوتاجاز اولعه واسيبه يسخن شويه لحد ما اكمل طاجن ام علي علشان يبقى الفرن سخن. هسخنه على 180 او 200. ادي اللبن قدامكم سخن لحد لما غلي. هبتدي اخده وارشه على وش البرام بالراحه، وخليكي حريصة عشان الوقفة في المطبخ بتبقى صعبة والحوادث فيها كتير. ربنا يعافينا كلنا يا رب.
وادي ولعنا النور علشان تشوفوا وش البرام هيبقى شكله ايه بعد ما ارش عليه اللبن. وخلي ايدينا برضو واطيه شويه عشان ما نطرطش ولا على هدومنا ولا على الارض ولو كان عندنا اطفال صغيرين. ودلوقتي خلص البرام، لو تشموا ريحته من غير ما يستوي تحفه تحفه تحفه، هتاكلوا ايديكوا وراه. اديني دخلته الفرن وهبتدي اتابعه. طبعا انتي لما بتحطي حاجتك في الفرن، اي ست بيت شاطره ما بتحطش الحاجه في الفرن وتنساها. انا بقعد بحط كرسي في المطبخ بتاعي او لو كان في كرسي، وابتدي اتابع حاجتي من بره. اديكوا شايفين البرام في اول مرحله له جوه الفرن، ابتدى اللبن يتشرب في الرقاق وابتدى يفور من الجناب. هستنى شويه عليه 10 دقايق بعد ما تابعه، وبولع عليه الشوايه. الشوايه فايدتها انها بتخلي كل الوش يتحمر، وانا عندي في الفرن بتاعي مروحه من ورا بتخلي كل الفرن يسخن ويسخن البرام من جميع الجوانب. ولعت عليه الشوايه وولعت عليه المروحه، وهستنى شويه لحد ما وشه يحمر جدا ويعلى. ادي المرحله الثانيه، لقيت وش البرام ارتفع وعلي واحمر. هستنى عليه لما يحمر بزياده، لان انا عندي اسرتي بتحب تاكل الحتت المحمره دي اللي على الوش. طبعا اديكوا شايفين وشه بقى احمر وجميل. ثالث مرحله هبتدي البس الجلافز في ايديا واخرجه بالراحه واحطه على ترابيزه التقديم. ودلوقتي اديكوا شايفين معايا البرام جوه الفرن، عاوز حد ينط عليه وياكل بايديه ورجليه. طبعا الدنيا ساقعه، والحاجات السخنه في الساقعه دي بتبقى ايه جميله جدا، بتدفي البني ادم. وبعدين هو اساسا مكوناته سكر ولبن وسمنه ورقاق، كلها حاجات بتدفي. ما يمنعش في ناس ساعات برضو بتعمل ام علي وبتسقعها وبتاكلها في الحر في الصيف، بس هي الحاجات دي بقى على حسب كل واحد وذوقه. يامي 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 يامي. شايفين المنظر؟ عاشت ايديك يا بت يا مرجو. دلوقتي حطيته على ترابيزه التقديم، واديكوا شايفينه شكله مشهي جدا. هبتدي اغرف ليا ولاسرتي، احنا عددنا 3 انفار، معلش قليلين شويه، كنا عايزين نبقى اكتر علشان نقوم عليه كله ناكله. بصوا شايفين المنظر؟ يامي 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 يامي. واو يا سيدي يا سيدي، احلى ام علي دي ولا ايه؟ دلوقتي اللي عجبه وصفتي وحس بطعمها وانا بشرحها، يا ريت يدعمني بلايك ويتابع معايا قنواتي في كل حاجه بجيبها. هتوحشوني لحد ما اوصف لكم وصفه تانية. باي باي، بحبكم كلكم.